بقول لك ايه. انا انا مش عارف انا فين. مش عارف انا بعمل ايه. انا حاسس ان انا تايه كده ومش لاقي شغفي. الناس هنا كلها كل واحد عارف هو رايح فين، وانا واقف زي ما انا، ولا عارف حتى هو ده مكاني ولا انا مفروض في حتة تانية ولا ايه. اكيد كلنا بيجي علينا وقت بنبقى مش عارفين احنا هنا ليه، ايه الهدف بتاعنا، احنا شغفنا ايه، هل احنا ماشيين على الطريق الصح ولا في حاجة تانية كان المفروض نعملها. انا كمان كنت بسأل نفسي الاسئلة دي، وكنت محتار جدا، مش عارف فعلا هل انا لقيت شغفي ولا لا، هل دي خلاص هتبقى حياتي ولا لا. لحد ما لقيت الإجابة. لازم تبقى فاهم ان الانسان بيمر باربع مراحل. اول مرحله هو ان انت بتخش مرحله جديده، يعني او بتخش حاجه جديده في حياتك، سواء شغل جديد، سواء مثلا مرحله عمريه جديده، سواء ان انت اتخرجت من الكليه، سواء ان انت دخلت مرحله دراسيه، مثلا كنت في اعدادي دخلت ثانوي، اي تغيير بيحصل في حياتك. تاني مرحله هو ان انت بتبقى محتار، تبدا تسال نفسك الاسئله بقى، هل ده مكاني، هل ربنا خلقني عشان كده، وهكذا. مرحله حيره، انت مش عارف فعلا انت مطلوب منك ايه بالظبط، لحد ما تبتدي خلاص تألف المرحلة دي وتبتدي تفهم أو تحط لنفسك هدف. ولما بتوصل للهدف اللي أنت حطيته ده، أو خلاص بتخلص المرحلة دي أو بتتخرج وتقول تمام أنا خلاص مبسوط، أنا كده وصلت لكل حاجة، طيب ماذا بعد؟ وساعات كتير بيجيلك اكتئاب وتحس إن فعلا أنت مش عارف هدفك إيه، وتبدأ مرحلة جديدة ونعيد الدورة دي من أول وجديد. فكرة إن الإنسان دايما هو مش هيشبع، أو الإنسان ما بيشبعش من حاجة، دايما عندك تطلع إن أنت تعمل حاجة تاني، وتفضل في نفس الدايرة دي وفعلا مش عارف انت شغفك ايه وهدفك ايه. ولكن لو فتحت سورة الذريات آية 56 هتلاقي ربنا حاطط ليك وليا ولكلنا هدف من أول يوم اتولدنا فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لازم تبقى فاهم حاجة، إن العبادة مش مقتصرة بس على فكرة الصلاة والصوم والحاجات أو الأوامر اللي ربنا أمرنا بيها على هيئة عبادات. في حاجات تانية انت بتعملها كل يوم، دي عبادات واجرها كبير جدا. يعني مثلا في الشغل، لما انت بتروح الشغل بتصحى الصبح بدري وتبقى مهتم ان انت تروح في ميعادك، لو انت كده وبتعمل اللي عليك للاخر وبتحاول ان انت تجيب اخرك في الشغل، فده اسمه ان انت بتتقي ربنا في شغلك، ودي عبادة. في بيتك لما حد من اهلك يطلب منك ان انت تجيب له حاجة، مثلا انك تساعده في حاجة، انك تعمل حاجة مكانه، ان انت حتى تقعد معاهم اصلا مع اهلك في البيت وتضحكوا وتقضوا وقت كويس مع بعض، دي عبادة. حتى النوم، لو انت حتى نيتك في النوم ان انت ربنا يعينك عشان تجيب رزق مثلا، او ان انت تصحى تصلي قيام الليل او الكلام ده كله، لو انت اخلصت النية في دين ربنا فدي برضه عبادة. مفهوم العبادات مفهوم واسع جدا عما احنا شايفينه. يعني ببساطة ربنا من اول يوم انت اتولدت فيه وهو حط لك الهدف اللي انت هتمشي عشانه، عشان ما تفضلش قاعد في الدايرة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، دي حلقة مفرغة انت بتجري ورا نفسك مش عارف فعلا هدفك ايه. انت خلاص ادركت فكرة ان الحاجات اللي انت بتعملها كلها دي العبادة، وان ربنا خلقك لهدف اساسي واضح جدا هو العبادة. ففكرة ان انت مش لاقي الهدف من حياتك او كده، لا خلاص انت ادركت 100% ان الهدف ده هو عبادة ربنا. بعد ما ادركت دلوقتي انت محتاج تعرف انت بقى كشخص عايز تعمل ايه في حياتك، ايه الحاجة اللي انت عايز توصل لها، وده هتعرفه عن طريق 3 حاجات. اول حاجة وهي البين او الالم، ان انت اتعرضت مثلًا لموقف في حياتك حسيت إن لأ، أنا الموقف ده حسيت فيه إن أنا مش مبسوط، أو إن لأ ده أذاني نفسيًا أو أذاني عمومًا بشكل أو بآخر. فأنا هاعيش طول حياتي حاطط مبدأ كده إن أنا هاحاول أوصل لحاجة مثلًا أو أعمل حاجة بحيث إن ما حدش يحس الإحساس ده تاني. مثال مثلًا إن حد واحد من عيلته توفى مثلًا بمرض معين، فهو قرر إن هو هيحاول يبذل قصارى جهده أو كل المجهود اللي عنده إن هو يعني يعالج الناس من المرض ده. واحد تاني مثلًا المدير بتاعه كان بيعامله بأسلوب وِحِش، فهو خلاص حاطط هدف لنفسه إن هو يكبر ويوصل لمرحلة إن هو فعلًا يبقى يعني يقدّم قيمة للموظفين بتوعه أو للteam بتاعه. هي دي الفكرة أو المبدأ بتاع أول نقطة معانا، وهي فكرة القلق. تاني حاجة فكرة المشاكل، حياتنا وحياة البشر عمومًا مليانة مشاكل، أنت لو عرفت تحل مشكلة منهم، حلّك للمشكلة ده غير إن هو هيساعد الناس ممكن يجيب لك فلوس كتير جدًا. أنت عندك كل الapplications دلوقتي وكل الحلول اللي أنت شايفها قدّامك دي أو الwebsites كلّها كانت حلول للمشاكل دي. فحاول إن أنت تدوّر على مشكلة، لو المشكلة دي تعرف تحلّها سواء بقى بapplication سواء بفكرة معيّنة أنت شايف إن في فكرة معيّنة ممكن تعملها عشان تحل المشكلة دي، فالموضوع ده ممكن يبقى هدف ليك وشغف ليك ويوصّلك لحاجات كتير جدًا. تالت حاجة وهي فكرة
الpotential، يعني أنت بتحب إيه وبتكره إيه، بمعنى إن أنت لازم تراقب نفسك، تعرف أنت مثلًا إيه المهارات اللي عندك، ممكن تكون عندك مهارة مثلًا معينة أنت مش واخد بالك منها أو لسه ما اكتشفتهاش، بس ده مش هتعرفه غير لمّا تجرب، غير لمّا تراقب نفسك، تعرف أنت بتحب إيه ما بتحبش إيه، تعرف إيه الحاجات فعلًا اللي أنت متميز فيها، الحاجات اللي حاسس إن هي ممكن لو نميتها أو ضِفت عليها مثلًا مهارة تانية تتطور معاك وتبقى حاجة، ساعتها ممكن اللي أنا باتكلم فيه ده هو يبقى الشغف. ولكن ده كله مش هتعرفه غير لمّا تجرّب، وتشوف فعلًا أنت متميز في إيه أو ممكن تعمل إيه. في النهاية لازم تفهم إن عملية الأهداف أو إنك توصل لحاجة دي عملية مستمرة، الإنسان عمره ما هيشبع، دايمًا هيكون عايز يحقق تاني وده شيء طبيعي، ولكن عشان تعرف تتعايش مع الإحساس ده إن أنت على طول محتاج وعلى طول عايز حاجات، لازم تبقى فاهم اللي إحنا اتكلمنا فيه كويس، عشان تتجنب إنك تعيش دايمًا في وهم الشغف واكتئاب رحلة البحث عنه.